السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هعمل معاكم الفول النابت بطريقة سهلة وهو مش معقد ولا اي حاجة. يلا ندخل على الفيديو ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف عملنا الفول النابت بتاعنا ده ازاي. طبعا اول حاجة هنعملها هنجيب الفول بعد ما تنبت. بتنبتيه في البيت، نبتيه هتجيبيه جاهز براحتك. احنا على طول كنا بننبته في البيت. امي الله يمسها بالخير ويديها الصحه كانت على طول بتعمله لنا. ولما اتجوزت حماتي برضو هي اللي بتنبته، انا بصراحه ما كنتش بنبته، فكانت امي وبعد كده حماتي ربنا يبارك لنا فيها هي كمان. فهنا بقى معايا هنا الفول النابت، ومعايا هنا كمان بصل. انا بحب اعمل كده كميه بصل حلوه كده فيه، وليمون وثوم. البهارات اللي احنا هنستعملها معايا هنا كمون، ملح وكزبره، بس مش هنحط اكتر من كده. هنجيب بقى اول حاجه هنعملها، هجيب ليمون واعصر عليه ليمون. عايزه تحطي القشره بتاعها حطي، مش عايزاها ما تحطيش، انا مش هحطها بصراحه. نزلت جزريه مع اني شايلاه، بس يلا بقى لازم نعصر بقى الليمون. معايا هنا ليمونتين اعصرهم عليه. هنا بقى عصرت الليمون وهنزل بفصين الثوم، وهجيب ميه سخنه. طبعا انا علقت عليه وهنزل بقى عليه بالميه السخنه كده. لازم تكون الميه معاكي سخنه، ما تكونش ميه من الحنفيه عشان خاطر ما يسودش الفول، ما يسودش خالص من كده ميته كده، عشان تبقى يعني شربته فاتحه معاكي ما تبقاش غامقه. حطيت الميه ماشي، ومش هحط له اي حاجه دلوقتي غير لما يطلع الريمه بتاعته علشان نشيلها منه، وبعد كده نحط بقى البصل ونحط البهارات بتاعتنا. بصوا هنا بقى ابتدى يطلع الريمه دي، هشيلها بقى كده. نشيل اي ريمه طلعت منه اهو كده بقى. ايه، شلت على قد ما قدرت. هنزل بقى بكميه البصل اللي معايا، وهنزل بالملح والكزبره والكمون، واسيبهم بقى لحد ما يستووا ونشوف هنعمل ايه تاني. هنا بقى خلاص الفول استوى معايا. بصوا ميته ما شاء الله عامله ازاي. تعالوا بقى نعمل له الطشه بتاعته. معايا هنا معلقه ثوم او كام فص ثوم، عليهم معلقه سمنه ونشوحهم. واول ما يخش في التحمير هنزل عليهم شويه كزبره. هنزل بقى عليها على الفول وشغال كده. هظبط بقى الملح بتاعه، لو احتاج ملح ولا حاجه. عايزه اقول لكم ان هو احتاج ميه وانا بسلقه، فزودت شويه ميه عشان احنا بنحب الشوربه فيه كتير. تمام كده. اسيبه كده حوالي 5 دقايق بقى على النار لسه، يعني على النار تاني، عشان يشرب من الطشه كده ويبقى ايه جمال الجمال يعني. وادي الفول بعد ما ظبطنا الملح بتاعه وخليته شويه في الطشه بتاعته 5 دقايق كده على النار. دي كانت بقى ايه النتيجه. يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.